حبايبنا وابطال ثالثه اعدادي، تعالى معايا في الفيديو ده هلم لك جرامر ثالثه اعدادي الترم الاول كاملا، واوعدك بعد الفيديو ده مش هتحتاج حاجه تانية في الجرامر. الفيديو ده هيكون معمول للشرح فقط، هشرح فيه الجرامر كاملا. تعالوا مع بعض نشوف الشرح. عندنا اول حاجه في اول يونت عندنا البريزنت بيرفكت اللي هو زمن مين؟ زمن المضارع التام. المضارع التام بيتكون من ايه؟ قال لك هنا بيتكون من السبجكت اللي هو الفاعل، اي فاعل عندنا تمام، بس هيتقسموا لمجموعتين، هياخدوا بعدها هاف او هاز زائد التصريف الثالث. طيب امتى بستخدم هاف مع الاي وي ويو وزي؟ اي وي ويو وزي بياخدوا مين؟ بياخدوا هاف. طيب والهاز بتيجي مع مين؟ الهاز مع هي وشي وات. طيب وعندك هنا يا اولاد التصريف الثالث اللي هو مين؟ عندك الفعل لو فعل منتظم بزود له يا اما دي يا اي دي يا اما اي اي دي، ولو فعل غير منتظم بنحفظهم زي ما هو. تمام؟ طيب ناخد مثال. عندك لما جيت قلت لك مثلا بلاي وعايز التصريف الثالث بتاعها هتبقى اسمها بلايد. تمام؟ طيب جيت قلت لك مثلا على حاجه زي سي ده فعل غير منتظم، تصريفاتها سي سو سين، يبقى عندك التصريف الثالث من سي هتبقى اسمها سين. يبقى احنا كده اول حاجه عندنا المضارع التام شكله ايه؟ اللي هو هاف او هاز والتصريف الثالث. طيب استخدامات المضارع التام بستخدمه في ايه بالظبط؟ المضارع التام بستخدمه اول حاجه قال لك بيعبر عن حاجه حصلت في الماضي بس في وقت غير محدد. يبقى اول حاجه لاستخدامات المضارع التام بيعبر عن الماضي بس حاجه حصلت في وقت غير ايه؟ غير محدد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جيت قلت لك ان انا عملت الواجب بتاعي بس ما حددتش انا عملت الواجب امتى، يبقى هستخدم زمن مين؟ زمن المضارع التام. فهاجي اقول لك مثلا I have done، يبقى معناها انا عملت مين؟ عملت my homework الواجب بتاعي. يبقى ده اول استخدام ليه، ان حاجه حصلت في الماضي في وقت غير محدد. طيب الاستخدام الثاني بيعبر عن مين؟ قال لك بيعبر عن حاجه بدات في الماضي ولسه مكمله. يعني مثلا انا شغال مدرس بقالي 10 سنين ولسه مكمل ان انا مدرس، فهنا هستخدم زمن مين؟ زمن المضارع التام. طيب عندك هنا مثلا قلت لك ايه؟ قلت لك هنا مثال تاني، قلت لك I have lived here، يعني انا عايش هنا for 10 years، لمده كام سنه؟ لمده 10 سنين، ومعنى كده ان انا لسه مكمل. يبقى لما استخدم المضارع التام بيعبر عن حاجه بدات في الماضي ولسه مكمله. وهنا ممكن استخدم حاجه زي كلمه فور اللي هي معناها لمده. تمام؟ يبقى دول كده اول استخدامين. طيب الاستخدام الثالث بستخدمه في ايه بقى؟ قال لك بيعبر عن حاجه حصلت في الماضي وليها اثر في الوقت الحالي. يبقى حاجه حصلت في الماضي وليها اثر فين؟ في الوقت الحالي. طيب زي هنا قلت لك ايه؟ قلت لك شي از هابي. شي از هابي اللي هي معناها هي سعيده. هي مبسوطه امتى؟ مبسوطه دلوقتي. ليه؟ قال لك she has passed the exam، ده هي نجحت فين؟ في الامتحان. يبقى هي مبسوطة دلوقتي لأن هي نجحت فين؟ نجحت في الماضي. يبقى هي نجحت she has passed the exam والنتيجة بتاعتها إن هي she is happy. طيب واحد مثلا هنا مش عارف يلعب كورة، he can't play football. ليه؟ قال لك he has broken his leg، لأن هو كسر رجله. يبقى رجله اتكسرت في الماضي وأثرها دلوقتي في الوقت الحالي إن هو مش عارف يعمل إيه؟ مش عارف يلعب كورة. طيب الاستخدام اللي بعده قال لك بيعبر عن حاجه حصلت منذ وقت قصير. يبقى حاجه حصلت من وقت قصير او لسه حاصله حالا، فانا هستخدم معاها زمن المضارع التام. وهنا دايما بستخدم كلمه اسمها just اللي هي معناها حالا او للتو. فهنا اديتك مثال، قلت لك علي has just come، يبقى علي هنا لسه جاي حالا، معناها ان هو he came a short time ago، يبقى هو وصل من وقت ايه؟ من وقت قصير. قال لك مثلا a moment ago، يبقى هنا برضو دي حاجه لسه حاصله من وقت قصير. يبقى ممكن يدي لك تعبير زي ده او اللي موجود عندنا في الامتحان، عندك a short time ago او a moment ago، ويجي لك مع جمله زمانها ماضي بسيط ويطلب منك انك تستخدم كلمه just. يبقى هنا هدخلها في زمن المضارع التام واقول لك have او has والتصريف الثالث، ونحط بينهم بالنص قال لك هتحط مين؟ هتحط just. تمام؟ طيب الاستخدام اللي بعد كده قال لك بيعبر عن تجارب او خبرات حياتيه. يبقى تجربه او خبره في حياتك فانا بعبر عنها باستخدام المضارع التام. زي مثلا هنا قلت لك I have been to London، معناها ان انا رحت لندن. يبقى حاجه بعبر عن تجربه او خبره هستخدم معاها زمن مين؟ زمن المضارع التام. دي كده اول حاجه الاستخدامات بتاعت زمن المضارع التام.
طيب تعال نشوف بعد كده. عندنا هنا دلوقتي يبقى احنا قلنا المضارع التام بيتكون من هاف او هاز والتصريف الثالث. النفي بتاعه بقى بستخدم مين؟ haven't او hasn't زائد التصريف الثالث برضو. طيب الهافنت مع مين؟ مع الاي وي ويو وزي. وهازنت مع مين؟ مع هي او شي او ات. زي هنا قلت لك مثلا I haven't watched this film، يبقى انا ما اتفرجتش على هذا الايه؟ على هذا الفيلم. طيب قال لك في مثال تاني she hasn't cleaned her room، يبقى هي ما نظفتش الاوضه بتاعتها، يبقى حاجه ما حصلتش في الماضي وانا نفيتها. تمام؟ طيب نشوف السؤال بتاعنا. عندنا هنا في صيغه السؤال لو سؤال بمعنى هل فانا بستخدم have او has بعد كده الفاعل والتصريف الثالث، يعني بعمل مقص، يبقى هبدا بهاف او has والفاعل والتصريف الثالث. زي هنا قلت لك ايه؟ قلت لك مثلا هنا has she cleaned her room، يبقى هنا بدات السؤال بمعنى هل، بدات بهاف او has بعد كده الفاعل والتصريف الثالث، فهنا بقول لك هل هي نظفت الاوضه بتاعتها. طيب لو انا هجاوب يبقى yes she has او no she hasn't، عشان لو جات لك في سؤال المحادثه. طيب عندك بقى لو سؤال بكلمة استفهام بنحط كلمة الاستفهام بعدها have أو has والفاعل والتصريف الثالث، يعني هتحط أي كلمة استفهام زي what where when why وهو، أي كلمة استفهام هتحط بعدها have أو has والفاعل والتصريف الثالث. برضه يبقى هنحط كلمة الاستفهام ونعمل مقص. زي هنا مثلا قلت لك إيه؟ where have you been، يبقى هنا سألت بكلمة الاستفهام بعدها have أو has والفاعل والتصريف الثالث. Where have you been معناها انت كنت فين. طيب عندك سؤال تاني هنا مثلا قلت لك ايه؟ قلت لك how long have you studied English، يعني ما طول المدة اللي انت درست فيها انجليزي. تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ لصيغة السؤال. يبقى عندنا في السؤال لو سؤال بمعنى هل have او has والفاعل والتصريف الثالث، ولو سؤال بكلمة استفهام بعمل مقص بعدها احط have او has والفاعل وبرضه التصريف الثالث. طيب عندك هنا بقى المبني للمجهول من زمن المضارع التام، والمبني للمجهول اكيد هتلاقيه عندك في الامتحان. طيب ايه هو المبني للمجهول؟ المبني للمجهول ان انا ببدا بالمفعول. يعني ايه المفعول؟ الحاجه اللي وقع عليها الفعل، مش هي اللي عملت الفعل. زي مثلا هنا ينفع اقول لك الماتش لعب ولا هتبقى الماتش اتلعب؟ هترد عليا وتقول لي الماتش اتلعب. تمام؟ فهنا دلوقتي ده اسمها مبني لايه؟ مبني للمجهول، ان انا ببدا بالمفعول وهكمل شكل الجمله بتاعتنا. مبني للمجهول بقى بتاع المضارع التام بيبقى شكله ايه؟ قال لك بتبدا بالاوبجكت او المفعول، هتحط لي بعدها هاف او هاز برضه، بس هنزود من عندنا بين والتصريف الثالث، وممكن في الاخر ازود باي زائد الفاعل، وممكن ان انا استغنى عنها، يبقى ممكن احط باي زائد الفاعل او استغنى عنها. زي هنا مثلا قلت لك هنا ذا فيلم هاز بين واتشد ريسنتلي، يبقى معناها ان الفيلم شوهد مؤخرا، يبقى الفيلم اتفرجنا عليه ماله مؤخرا. طيب عندك هنا قلت لك ذا كيكس هاف بين كوكد، هنا بقول لك الكيكه اتسوت او اتطبخت، يبقى هنا ذا كيكس هاف بين كوكد، يبقى هنا بدات بالمفعول الحاجه اللي هي وقعت عليها الفعل، واستخدمت بعدها هاز او هاف بين والتصريف الثالث. ده كده بالنسبه لشكل المبني للمجهول. يبقى هبدا بالمفعول have أو has been والتصريف الثالث، وفي الآخر أحط باي زائد الفاعل أو ممكن إن أستغنى عنها. بس في نقطة صغيرة لازم تعرفها، لو أنا بستخدم الفاعل فأنا بحول من ضمائر الفاعل من ضمائر فاعل لضمائر مفعول. إيه ضمائر المفعول؟ عندك حاجة زي الآي بتبقى اسمها مي، عندك هي بتبقى هم، عندك شي بتبقى هير، ات ضمير المفعول بتاعها ات برضه زي ما هو. عندك حاجة زي وي بتبقى أص، عندك يو بتفضل يو، عندك زي بتبقى اسمها زم، يبقى زي بتبقى اسمها زم. دول كده كلهم اسمها ضماير المفعول، ضماير الاولاد ضماير المفعول، ودي بتيجي بعد مين؟ باي. وباي معناها ايه؟ باي معناها بواسطة. طيب تعالى بقى كده نبص مع بعض. عندنا ايه الكي ووردز او الكلمات اللي انا ممكن استخدمها مع زمن المضارع التام؟ كان عندنا كلمات زي كلمة اسمها already، والready دي معناها بالفعل، يبقى عندك already اللي هي معناها بالفعل. عندك just معناها حالا، وهنعرف استخدامات كل واحدة فيهم. عندك never معناها أبدا، وعندك yet معناها حتى الآن. عندك ever بتيجي بقى مش معناها أبدا زي never زي ما في ناس بتشرحها، لا ever معناها بالبلدي كده عمرك أو على الإطلاق.
طيب عندنا مين تاني؟ عندنا فور معناها لمدة، وعندنا سنس معناها منذ. عندك ليتلي وريسنتلي الاتنين معناهم حديثا او مؤخرا، دي من الكلمات برضو اللي بستخدمها مع زمن مين؟ زمن المضارع التام. عندك so far و up till now معناهم حتى الآن. طيب عندنا this morning هذا الصباح. عندك today خلي بالك ممكن تيجي برضو مع زمن المضارع التام وبتيجي مع أزمنة تانية. عندك أقول لك over، أقول لك مثلا over years يبقى معناها على مر السنين، over ages على مر العصور، وهكذا. يبقى دي الكلمات اللي أنا بستخدمها مع زمن مين؟ مع زمن المضارع التام. طيب تعال نبص بقى هنا كده، عندنا نمسك كلمة كلمة ونشوف استخداماتها وبتيجي فين في الجملة. عندك أول حاجة هنا عندنا كلمة اسمها already، وقلنا already معناها بالفعل. طيب already بتيجي فين؟ قال لك بتيجي في الجملة المثبتة، يبقى عندك already بتيجي فين؟ في جملة مثبتة، تمام؟ طيب هنا مثال، قلت لك I have already done my homework، يبقى أنا بالفعل عملت الواجب بتاعي، يبقى حاجة بالفعل أنا عملتها. طيب وهنا قلت لك I have done my homework already، يبقى أنا عملت الواجب بتاعي بالفعل. طيب أنا حطيت already فين؟ already بتيجي بين have وهاز والتصريف الثالث، أو بتيجي في آخر الجملة. يبقى عندنا هتيجي في جملة مثبتة بين have وهاز والتصريف الثالث، أو في آخر الجملة. طيب خلي بالك بقى من الحتة دي، عندنا already ممكن تيجي في صيغة سؤال، يبقى عندك already ممكن استخدمها فين؟ ممكن استخدمها في سؤال، بس سؤال بيعبر عن الدهشة من حاجة كويسة انت عملتها. زي هنا قلت لك ايه؟ have you done your homework already؟ جيت واحد صاحبنا كده على طول ما بيعملش الواجب، فانا هنا لقيته في مرة داخل عليا وهو عامل الواجب، فقلت له ايه ده انت بجد عملت الواجب؟ قلت له ايه؟ قلت لك have you done your homework already، يبقى هل انت بالفعل عملت الايه؟ الواجب. وهنا هتلاقي في اخر الجمله قال لك هنا you are clever. كليفر دي صفه كويسه ولا صفه وحشه؟ لا صفه كويسه، يبقى موجود معانا اي صفه كويسه انا ممكن استخدم في السؤال استخدم كلمه already، ما ينفعش استخدم حاجه تانية. طيب لو صفه مش كويسه، يعني مثلا قال لك you are boring، you are slow، انت بطيء، ده انت ممل، عندك هنا لا مش هستخدم already، لازم تكون صفه كويسه. في حاله بقى ان هي صفه سلبيه فانا لا هستخدم كلمه تانية اسمها yet، تمام؟ طيب عندك هنا مين تاني؟ عندنا كلمه زي كلمه just اللي هي معناها حالا او للتو، يعني حاجه لسه حاصله من وقت قصير، تمام؟ زي واحد معانا لسه جاي دلوقتي، فقلت لك ايه؟ قلت لك she has just arrived، يبقى هي لسه واصله حالا، ودي معناها ان هي وصلت من مده قصيره جدا. زي هنا قلت لك ايه؟ هنا she has just arrived، وخلي بالك just برضو بتيجي فين؟ بين have او has والتصريف الثالث. يبقى عندنا اول حاجه عندك already وعندك just بتحط فين؟ بين have وهاز والتصريف الثالث في الجمل المثبته، يعني ولا بتيجي في النفي ولا بتيجي في السؤال. طيب عندنا مين تاني؟ عندك كلمه اسمها never معناها اولاد، never معناها ابدا، ونيفر دي بتعبر عن النفي، يبقى never بتعبر عن مين؟ بتعبر عن النفي. وخلي بالك ما ينفعش ان كلمه never تيجي في جمله منفيه، يبقى كلمه never ما تجيش في جمله منفيه. زي هنا قلت لك ايه؟ قلت لك I have never tried Chinese food، انا عمري ما جربت الاكل الصيني ابدا، يبقى حاجه انا عمري ما عملتها. يبقى هنا استخدمت كلمه مين؟ كلمه never عشان تعبر عن النفي، اتحطت فين؟ بين have وهاز والتصريف الثالث. ندخل بقى على الكلمه اللي بعدها، كلمه مين؟ كلمه اسمها yet معناها حتى الان او بالبلدي لحد دلوقتي، تمام؟ طيب يت دي بتيجي فين؟ قال لك بتيجي في النفي او بتيجي في السؤال، يبقى يت بتيجي مع الجمله المنفيه او بتيجي مع جمله مين؟ جمله السؤال. طيب عندك هنا مثلا قال لك she hasn't cooked lunch yet، انا مروح البيت لقيت مراتي لسه ما خلصتش الغدا، فقلت لك ايه؟ ده هي لسه ما خلصتش الغدا لحد دلوقتي، يبقى معنى الحاجه دي ما ايه؟ ما خلصتش، تمام؟ طيب هنا استخدمت يت فين؟ في اخر الجمله. طيب برضه في السؤال، فانا داخل عايز اتخانق معاها، فقلت لها انت لسه ما خلصتيش لحد دلوقتي، فقلت لك ايه؟ has she finished yet، يبقى هنا استخدمت yet في السؤال في اخر الجمله. طيب لو هي على طول لكاعيه وما بتخلصش الاكل، فهنا ممكن استخدم كلمه اسمها already لما تفاجئ ان هي خلصت الاكل وعملته، تمام؟ يبقى هنا عندك yet بتيجي فين؟ في النفي او السؤال.
خش بقى على الجزئيه اللي بعدها. عندك كلمه اسمها ايفر. ايفر اللي هي معناها ايه؟ معناها من قبل، او معناها عمرك، او على الاطلاق بالبلدي كده، يبقى اسمها عمرك او على الاطلاق بالبلدي. زي هنا ايه؟ عندك هنا ايفر بقى بتيجي فين؟ قال لك بتيجي في اول حاجه في السؤال، يبقى ايفر برضو بتيجي فين؟ في السؤال. تمام؟ طيب هنا مثال، قلت لك have you ever traveled abroad؟ have you ever traveled abroad؟ يبقى هل انت عمرك سافرت الخارج؟ عمرك حاجه انت عملتها؟ فاستخدمت كلمه مين؟ كلمه ايفر. طيب ايفر جايه فين في السؤال يا اولاد؟ ايفر جايه قبل التصريف الثالث، يبقى ايفر بتيجي قبل التصريف الايه؟ الثالث. لكن يت اوريدي بتيجي في اخر السؤال. طيب عندك برضو بتيجي فين ايفر تاني؟ قال لك بتيجي مع صيغه تفضيل اللي احنا خدناها في تانية اعدادي. طيب صيغه التفضيل اللي هي كانت شكلها ايه؟ عندك ذا وصفه معاها اي اس تي، او عندك ذا موست وعندك ذا ليست ومعاهم صفه طويله. صفه ايه؟ صفه طويله. طيب عندك هنا اولاد زي مثلا اجي اقول لك ذا تولست الاطول، ذا موست اكسبنسيف الاغلى، ذا ليست امبورتنت الاقل اهميه. تمام؟ دي اللي هي صيغه تفضيل. فهنا جيت مثلا انا قابلت بنت وطلعت اجمل بنت انا شفتها في حياتي، فهقول لك ايه؟ هقول لك شي از ذا موست بيوتيفول جيرل. عندك هنا ذا موست بيوتيفول جيرل دي صيغه تفضيل. I have ever met يعني انا قابلتها على الاطلاق، يبقى دي اجمل واحده انا شفتها. معنى كده ان انا ما شفتش حد احسن منها او احلى منها قبل كده. طيب عندك هنا جيت قلت لك مثلا مثال تاني This is the hardest exam ده اصعب امتحان I have ever taken انا خدته على الاطلاق. عندك هنا دي صيغه تفضيل، يبقى عندك ever بتيجي في السؤال او صيغه مين؟ صيغه تفضيل. وخلي بالك بقى ملحوظه صغيره، ممكن ever تيجي مع الجمله المنفيه، يبقى ever ممكن تيجي فين؟ مع الجمله المنفيه. زي هنا قلت لك ايه؟ I haven't ever traveled abroad معناها ايه؟ معناها انا عمري ما سافرت الخارج، اللي هي بتساوي I have never traveled abroad. يبقى ممكن تيجي لك في سؤال الرايت يجيب لك جمله منفيه بنيفر ويطلب منك انك تستخدم ever، يبقى ساعتها انا هحول الجمله بدل ما هي كانت بستخدم كلمه never هخلي الجمله منفيه واحط معاها ever. تمام؟ دي كده بالنسبه لمين؟ لكلمه ever. طيب تعالى بقى نخش على جزئيه مهمه، وعندك هنا كلمه اسمها فور. فور معناها لمده، ودي بيجي بعدها فتره زمنيه. بيجي بعدها فتره ايه؟ فتره زمنيه. زي مثلا اقول لك فور 2 hours لمده ساعتين، فور 3 days لمده 3 ايام، فور ages لفتره طويله جدا، فور a long time، فور a while، for as long as. دي كلها تعبيرات بتيجي مع مين؟ مع for. يبقى عندك for بتيجي معناها لمدة وبيجي بعدها فترة زمنية. تمام؟ طيب وعندك بقى for ممكن استخدمها في السؤال، بس هستخدمها امتى؟ مع كلمة اسمها how long. يبقى ممكن اقول لك for how long يبقى لمدة قد ايه؟ فعندك هنا مثال، مثلا قلت لك ايه هنا؟ قلت لك I have worked as a teacher انا اشتغلت مدرس لمدة كام سنة؟ لمدة 12 سنة for 12 years. ومعنى كده ان انا لسه اولاد لسه شغال مدرس، يبقى عندك for مع زمن المضارع التام، يبقى معنى كده ان الحاجة دي لسه مكملة. طيب تعالى بص على اللقطة دي. عندك هنا قلت لك I worked as a teacher انا اشتغلت مدرس for 12 years. هنا بقول لك انا اشتغلت مدرس لمدة 12 سنة، نفس الترجمة بتاعت الجملة اللي فاتت، بس ايه الفرق؟ مع المضارع التام هنا عندك دي معناها ان انا لسه مكمل. طيب مع الماضي البسيط معناها كده ان الحدث ده انتهى، معنى كده ان انا خلاص ما كنتش شغال مدرس. تمام؟ دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لفور. ندخل بقى على اللي بعدها اختنا الحلوة، عندنا كلمة اسمها since. سنس معناها ايه؟ سنس معناها منذ، وقال لك دي بيجي بعدها يا بداية الحدث. بداية الحدث اللي هي معناها ايه؟ ان هو الحدث ده بدأ ان هو يحصل من امتى؟ فهنا قلت لك مثلا ايه؟ قلت لك I have worked as a teacher انا اشتغلت كمدرس since 2010 من سنة كام؟ 2010. ومعنى كده برضو ان انا لسه شغال مدرس، يبقى اول حاجة بعد since بيجي بعدها مين؟ بيجي بعدها بداية الحدث. طيب عندنا مين تاني؟ قال لك ممكن يجي بعدها جملة زمانها ماضي بسيط.
زي هنا قلت لك I haven't met علي، ما قابلتش علي. since we played football، من ساعة ما لعبنا كورة. يبقى أنا ما قابلتش علي منذ إن إحنا لعبنا مين؟ لعبنا الكورة. فهنا استخدمت كلمة since بعدها جملة زمانها ماضي بسيط، والماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل، أو verb to be اللي هو was أو were. تمام؟ طيب ممكن يجي بعدها مين تاني؟ قال لك ممكن يجي بعدها اسم، زي مثلا هنا قلت لك ايه؟ I have known علي، ده انا عارف علي since childhood، انا عارف علي منذ الطفولة. يبقى كده انا عارف علي من ايه؟ منذ فترة الطفولة. يبقى انت عندك كلمة since بيجي بعدها بداية الحدث، زي ما اقول لك since مثلا 6 o'clock 7 o'clock، اقول لك since Sunday since May since 2020. وعندك بتيجي مع كلمة برضو اسمها since then، يعني منذ حين او منذ ذلك الحين. طيب يبقى بتيجي بعدها بداية الحدث او ماضي بسيط او اسم. ولو بتيجي مع سؤال فانا بستخدمها مع كلمة اسمها since when، يعني منذ متى. تمام؟ يبقى عندك كده for how long، وعندك مين تاني؟ عندك since when، والكلام ده برضو هتشوفه تاني في ثانوي. طيب ندخل بقى على الجزئيه اللي بعدها. عندنا مين؟ عندك صلى على النبي. عندك هنا خلي بالك بقى من الحته دي، ايه هي؟ عندك في هنا ممكن استخدم حاجه اسمها for the last بس يجي بعدها وقت، وعندك ممكن استخدم since last ويجي بعدها وقت. طيب يعني ايه الكلام ده؟ تعال نبص على المثال ده عشان تفهمه. عندك هنا قلت لك I haven't visited my grandma for the last week. for the last week بقى معناها ايه؟ معناها طول الاسبوع اللي فات. طول الاسبوع اللي فات. تمام؟ يبقى هنا استخدمت for جاي بعدها the last وحطيت بعدها وقت اللي هو كلمة مين؟ كلمة week. تمام؟ طيب لكن هنا قلت لك I haven't visited my grandma، ما زرتش جدتي since last week، يبقى انا ما زرتهاش منذ الاسبوع الماضي. يبقى هنا استخدمت مين؟ since last week، منذ الاسبوع الماضي. تمام؟ لكن بقى خلي بالك ان قال لك ايه؟ قال لك the last وبعدها اسم مش وقت، فهنا هستخدم معاها since. طيب زي هنا قلت لك ايه؟ قلت لك I haven't met علي since the last time، دي معناها ايه؟ منذ اخر مرة. قلت لك since the last visit، منذ اخر زيارة. since the last meeting، منذ اخر اجتماع. يبقى هنا هستخدم مين؟ since the last، لكن بعدها مين؟ بعدها اسم. انا عارف ان زمن المضارع التام ده زمن طويل وفيه تريكات كتير، فخلي بالك منها. عندك بقى خلي بالك من الحتة دي. عندك ايه هي؟ عندك حاجة اسمها have أو has been to. have و has been to معناها إن هو راح ورجع، يبقى راح سافر مكان أو راح مكان ورجع، فأنا هستخدم حاجة اسمها have أو has been to. have و has been to اللي هي معناها إيه؟ معناها راح ورجع. زي هنا قلت لك I have been to London، يبقى معناها إن أنا رحت لندن ورجعت، مش معنى كده إن أنا لسه هناك، لا دي كده أنا رجعت. طيب وعندنا حاجة اسمها have و has gone to. have و has gone to معناها راح ولسه ما رجعش. طيب هنا قلت لك ايه؟ قلت لك she has gone to the supermarket، يبقى هي راحت السوبر ماركت ولسه ما رجعتش، يبقى هي she is still there، يبقى هي لسه ايه؟ لسه هناك، يبقى هنا لسه هناك في المكان بتاعك ده، يبقى هنا دي هستخدم مين؟ have و has gone to. يبقى كده have و has been to راح ورجع، have و has gone to راح ولسه ما رجعش. تعالى بقى خلي بالك من الحته دي. في عندنا حاجه اسمها have و has been in او at، دي بتساوي مين؟ بتساوي stay اللي هي معناها يبقى فيه او يقيم فيه. زي هنا قلت لك ايه؟ قلت لك my father has been in hospital for 2 weeks، يبقى ابويا قاعد في المستشفى او مقيم في المستشفى بقاله اسبوعين. وبكده نكون خلصنا زمن المضارع التام. تعال بقى ندخل على الجزئيه اللي بعدها. عندنا حاجه اسمها زمن الباست بيرفكت او زمن الماضي التام. ده مش عليك قوي، طيب بس المهم انك تعرف التكوين بتاعه لانك هتقابله في حاجات كتير. عندك الماضي التام بيتكون من ايه؟ بيتكون من اي سبجكت او اي فاعل، بعديها مين؟ بعديها هاد والتصريف الثالث. يبقى عندك هتستخدم اي فاعل بعدها هاد والتصريف الثالث. زي هنا مثلا قلت لك I had done my homework before watching TV، يبقى معناها ان انا عملت الواجب بتاعي قبل لما اعمل ايه؟ قبل لما اتفرج على التلفزيون. يبقى ده الحدث الاول وده الحدث الثاني، ومش هندخل في تفاصيل كتير لان هي مش عليك. طيب نفي الماضي التام عندك بستخدم اي فاعل برضو بيجي بعدها مين؟ hadn't زائد التصريف الثالث. زي هنا قلت لك she hadn't done her homework before she slept، يبقى هي ما عملتش الواجب قبل ما تعمل ايه؟ قبل ما تنام.
طيب لو عايزه صيغه سؤال بمعنى هل، فانا بعمل مقص، فهبدا بهاد والفاعل والتصريف الثالث. زي هنا قلت لك هاد يو فينيشد يور هوم ورك بيفور يو سليب. طبعا انتوا هتدرسوا الكلام ده اكتر في الترم الايه؟ الترم الثاني. طيب لو سؤال بكلمه استفهام، يبقى كلمه استفهام واعمل بعدها مقص، هحط هاد والفاعل وبرده التصريف الثالث. زي هنا قلت لك what had you studied before you got this job. يبقى انت درست ايه قبل ما تاخد هذه الوظيفه. ده كده بالنسبه للشكل بتاع زمن الماضي التام. طيب تعالى بقى صلى على النبي كده نبص مع بعض. عندك هنا الحاله الثالثه بتاعت قاعده اف او third conditional، الحاله الثالثه. مهم جدا تبقى عارف الحاله دي بتعبر عن مين. الحاله دي بتعبر عن مين؟ قال لك بتعبر عن حاجه عكس اللي حصلت في الماضي. يبقى حاجه عكس اللي حصلت فين؟ في الماضي. او بتعبر عن مين تاني؟ او بتعبر عن الندم. يعني ايه؟ يعني صلى على النبي، واحد ما ذاكرش وسقط. هو ما ذاكرش في زمن مين؟ في زمن الماضي. وسقط برضه في زمن مين؟ في زمن الماضي. يبقى حاجه عايز بقى اقول عكسها، فانا هستخدم قاعده مين؟ اف. فهقول لك لو كان هو ذاكر كان زمانه هيعمل ايه؟ كان زمانه هينجح. يبقى هنا عندك الحاله الثالثه بتاعت قاعده اف بتعبر عن حاجه عكس اللي حصلت فين؟ في الماضي. تمام؟ طيب عندك مثلا جيت قلت لك ايه؟ قلت لك he didn't study hard، قال لك ما ذاكرش كويس. so لذلك he didn't pass the exam. يبقى هو ما ذاكرش كويس لذلك هو ما نجحش فين؟ ما نجحش في الامتحان. طيب لما اجي استخدم if فهاجي اقول لك ايه؟ هقول لك if he had studied hard، if he had studied hard he would have passed the exam. يبقى هنا قلت لك هنا لو هو كان ذاكر كان هينجح فين؟ كان هينجح في الامتحان. يبقى معنى كده ان هو ولا هو ذاكر ولا هو نجح، الحمد لله. طيب عندنا هنا اف بقى بتتكون من ايه؟ قال لك هنا اف بحط بعدها باست بيرفكت اللي هو مين؟ هاد زائد التصريف الثالث اللي اتكلمنا عليه من شويه، قلت لك بس يا دوب تعرف التكوين بتاعه. الجمله الثانيه بحط فيها would او wouldn't have والتصريف الثالث. would او wouldn't have والتصريف الثالث بتيجي مع اي فعل. طيب مثال تاني قلت لك if I had enough money، يبقى هنا استخدمت مين؟ استخدمت بعد if في الماضي التام. قلت لك I would have bought a car، انا كنت هشتري عربيه. يبقى لو كان معايا فلوس كفايه قال لك انا كنت هشتري مين؟ هشتري عربيه. يبقى معنى كده ان انا I didn't have money و I didn't buy a car. يبقى ولا كان معايا فلوس ولا انا اشتريت مين؟ العربيه. طيب عندك بقى if جايه هنا فين؟ قال لك if جايه في اول الجمله. ممكن تيجي فين؟ ممكن تيجي في نص الكلام. طيب برضو اف في نص الكلام وراها مين؟ وراها زماننا الحلو اللي هو الباست بيرفكت، والجمله الثانيه هتبقى would او wouldn't have والتصريف الثالث. يبقى هنا هقول لك ايه؟ هنا هقول لك هنا I would have bought a car اهي، I would have bought a car if لو I had enough money، لو كان معايا فلوس كفايه. طيب تعالى بص معايا كده، دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لقاعده اف، دي بالنسبه ليونت 2. طيب عندنا بقى في يونت 3 عندنا مين؟ عندك حاجه اسمها الفيوتشر سمبل، زمن المستقبل البسيط. عندنا حاجه اسمها اكتف وحاجه اسمها الباسيف. الاكتف اللي هو المبني للمعلوم، والباسيف المبني للمجهول. طيب يعني ايه المبني للمعلوم؟ يعني انا عارف الفاعل بتاع الجمله هو اللي عمل الجمله. طيب الباسيف يبقى انا بتكلم على المفعول اللي وقع عليه الفعل بتاع الجمله. طيب عندنا الفيوتشر سمبل او المستقبل البسيط بيتكون من ايه؟ بتحط اي فاعل بعديها ويل زائد الفعل في المصدر. طيب ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمبني للمعلوم او الاكتف. طيب عايزها المبني للمجهول، هتبدا بمين؟ بالاوبجكت اللي هو المفعول، هتحط لي بعدها ويل وهتزود عليها بي والتصريف الثالث. واي مبني للمجهول انا بستخدم فيه تصريف ثالث. طيب تعالى ناخد مثال. عندك هنا قلت لك ايه؟ قلت لك علي will do the homework، يبقى علي هيعمل الواجب. فهنا عندي مين؟ عندي will وبعدها الفعل فين؟ الفعل في المصدر. عايز احولها المبني للمجهول، مين المفعول هنا؟ عندك كلمه homework، يبقى هي دي اللي هبدا ايه؟ هبدا بيها. تمام؟ فاقول لك the homework. طيب will هتحط زي ما ايه؟ زي ما هي، هتزود بعدها بي والتصريف الثالث من دو هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها done. وفي الاخر ممكن احط باي اللي هي معناها بواسطه، واحط الفاعل بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو علي، هتنزل زي ما ايه؟ زي ما هي. ولو كانت ضمير فانا بحول الضمائر لضمائر مفعول زي ما شرحناها في اول الفيديو. تمام؟
طيب عندك هنا لو عندي بقى جمله منفيه، الجمله المنفيه انا ببدا بمين؟ ببدا بالفاعل، بتحط لي بعدها ويل نوت اللي هي وونت، بعدها الفعل في المصدر. ده بالنسبه المبني للمعلوم. طيب المبني للمجهول بقى برضو نفس الكلام، ببدا بالمفعول، هتحط لي بعدها وونت وهتزود عليها بي، وبرضو التصريف الثالث زي ما اتفقنا. طيب بقول لك ايه؟ بقول لك I want to do my homework، انا مش هعمل الواجب. طيب عايز اقول لك بقى خليها مبني للمجهول، يبقى الواجب مش هيتعمل، يبقى هقول لك ايه؟ هبدا هنا بماي هوم ورك اللي هي المفعول، هقول لك won't be done، يبقى الواجب مش هيتعمل. وممكن في الاخر احط باي زائد الفاعل، اقول لك خليها اسمها ايه؟ باي مي، يبقى هنا الواجب مش هيتعمل. طيب نيجي بقى هنا بالنسبه لصيغه السؤال. السؤال انا بعمل مقص في المبني للمعلوم او المبني للمجهول برضه. في السؤال هبدأ بمين؟ لو سؤال بمعنى هل، أنا هبدأ بويل زائد الفاعل والفعل في المصدر. طيب لو سؤال مبني للمجهول يبقى ويل والمفعول وزود بي، وبرضه التصريف الكام؟ التصريف الثالث. طيب هنا مثال قلت لك ايه؟ قلت لك ويل يو بلاي ذا ماتش، يعني هل انت هتلعب المباراة؟ طيب عايز اخليها مبني للمجهول وصيغة سؤال برضه، يبقى هبدأ بمين؟ هبدأ بويل. طيب مين اللي كان هيتلعب المباراة؟ يبقى ويل ذا ماتش، احط بعدها بي والتصريف الثالث اللي هي مين؟ اللي هي بلايد. طيب لو عندك هنا سؤال بكلمة استفهام، سؤال بكلمة استفهام في المبني للمعلوم، أنا ببدأ بمين؟ كلمة الاستفهام بعدها ويل والفاعل والفعل في المصدر. طيب المجهول عندك بتعمل ايه يا معلم؟ قال لك بتبدأ بكلمة الاستفهام بعدها ويل، المفعول بي وتصريف ثالث. زي هنا قلت لك مثلا when will you play the match، انت هتلعب المباراة امتى؟ فهنا قلت لك ايه؟ دي مبني للمعلوم. عايز اخليها مبني للمجهول، يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك when، هتحط بعدها will وادي المفعول be والتصريف الثالث، يبقى when will the match be played، يبقى الماتش هيتلعب امتى؟ طيب فيها مشكلة كده؟ بيتهيألي دي سهلة وما فيهاش حاجة. ندخل بقى عندنا على حاجة صغيرة كده وسهلة، كانت اسمها المودلز أو الأفعال الناقصة. عندنا المودلز أو الأفعال الناقصة، عندنا حاجة زي مين؟ عندك أول حاجة في عندنا حاجة اسمها should وحاجة اسمها shouldn't. should و shouldn't قال لك بيجي بعدهم الفعل في المصدر. طيب should و shouldn't بستخدمهم لمين؟ قال لك بستخدمها للنصيحة، يبقى أنا بنصح حد فأنا هستخدم مين يا أولاد؟ هستخدم should أو shouldn't وبعدها الفعل فين؟ في المصدر. طيب هتلاقي دايما في أغلب الكتب مكتوب لك ينبغي أن أو يجب أن، انسى المعنى ده. should بالبلدي كده معناها المفروض، وعندك shouldn't معناها مش المفروض، يعني حاجة المفروض إن أنت ما تعملهاش، تمام؟ طيب هنا بديك مثال، قلت لك إيه؟ قلت لك you should eat healthy food، يعني أنت المفروض إنك تاكل أكل صحي. يبقى هنا دي انا بدي لك مين؟ بدي لك ادفايس اللي هي النصيحه. طيب عندك هنا قلت لك ايه؟ قلت لك you shouldn't spend too much time on screens، المفروض ان انت ما تقضيش وقت كبير قدام الشاشات، يبقى دي برضو نصيحه. يبقى عندك should المفروض، shouldn't مش المفروض، وبيجي بعدهم الفعل فين؟ الفعل في المصدر، تمام؟ طيب بستخدمهم لمين؟ بستخدمها للنصيحه، تمام؟ طيب عندك صلى على النبي، لو عايزها سؤال كل اللي هتعمله هتعمل ماس، يبقى هنا بدل مثلا بقول لك you should eat healthy food، لا هتبقى اسمها ايه؟ هقول لك should I eat healthy food وهتكمل الجمله بتاعتها، تمام؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ لشود وشودنت. طيب تعالى بص بقى على الحته دي، عندك شود وشودنت بتساوي مين؟ عشان لو جاي لك في سؤال الرايت، عندك اول حاجه يقول لك I advise you to كذا، يعني انا بنصحك انك تعمل كذا، دي اللي هتساوي مين؟ هتساوي should، والنفي بتاعها هتبقى not to، يبقى عندك I advise you to او I advise you not to. بتساوي مين تاني؟ قال لك you ought to او you oughtn't to، يبقى you ought to او oughtn't to عندك دي برضو بستخدمها للنصيحه، بتساوي should و shouldn't. عندك you had better او you had better not، عندك دي بستخدمها برضو لمين؟ بستخدمها للنصيحه، هتساوي should و shouldn't. عندك it's advisable يعني من المنصوح به، او it's inadvisable to، عندك دي برضو بتساوي مين؟ should و shouldn't. عندك حاجه كمان خدتوها السنه اللي فاتت اللي هي قاعده اف اللي هي الحاله الثانيه، فكان في عندنا تعبير اسمها if I were you، لو كنت مكانك، لو كنت ايه؟ لو كنت مكانك I would كذا او I wouldn't كذا. يبقى كل التعبيرات دي بتساوي مين؟ بتساوي should و shouldn't، كل التعبيرات دي بتساوي مين؟ should و shouldn't، تمام؟
طيب نخش على اللي بعدها. عندك مين تاني؟ عندك هنا must وعندك mustn't. must اللي هي معناها ايه؟ must معناها لازم، وعندك mustn't معناها ممنوع. انسى بتاعت ينبغي ان او يجب ان ولا يجب ان والكلام من ده. لا، must معناها لازم وmustn't معناها ممنوع. ودول برضو بيجي بعدهم الفعل في المصدر. عندنا كل في الانجليش عندنا كل المودال فيربس او الافعال الناقصه بيجي بعدها الفعل في المصدر. طيب عندك هنا ماست بتعبر عن مين؟ ماست بتعبر عن الالزام. يعني ايه الزام؟ يعني حاجه انت ملزم ان انت تعملها، حاجه انت لازم ايه؟ تعملها. زي هنا قلت لك ايه؟ قلت لك يو ماست فولو ترافيك رولز، انت لازم أن تتبع قواعد المرور، تمام؟ طيب mustn't بقى معناها ايه؟ ممنوع. ما تقوليش بقى ايه؟ مش لازم، لان لو قلت لك مش لازم يبقى معناها حاجه انت عندك حريه الاختيار تعملها او ما تعملهاش، لكن mustn't معناها ممنوع. زي هنا قلت لك ايه؟ you mustn't park here. يعني ايه؟ يعني انت ممنوع ان انت تركن هنا، يبقى حاجه ممنوع ان انا اعملها. طيب تعالى بقى كده، عندنا هنا اولاد، عندك هنا بالنسبه لماست وماسنت لو عايزها سؤال فانا بعمل ماس. طيب عندك هنا اولاد ماست بتساوي مين؟ قال لك ماست ممكن تساويها تعبير زي اتس امبورتنت معناها من المهم، اتس نيسيسري من الضروري، اتس اسينشال يعني اساسي او ضروري. يبقى لو جاب لك جمله فيها حاجه من التعبيرات دي فهتساويها مين؟ هتساويها ماست، تمام؟ طيب عندك بقى بالنسبه لمين؟ بالنسبه لماسنت، ماسنت بتساويها مين؟ عندك اول حاجه عندنا حاجه اسمها it isn't allowed. it isn't allowed معناها ايه؟ غير مسموح. يبقى لو جايب لك في جمله ريرايت وجايب لك فيها it isn't allowed يبقى هتساويها مين؟ هتساويها ماسنت، تمام؟ طيب عندك it's banned، it's forbidden، it's prohibited معناهم برضو ايه؟ معناهم ممنوع. عندك it's against the law، it's against the law يعني ضد القانون برضو بتساوي mustn't. عندنا it's illegal، it's illegal معناها غير قانوني، it's illegal معناها غير قانوني. ايه ده؟ انا كتبتها غلط. لا غير ايه؟ غير قانوني، ما بتتكتبش كده، غير قانوني. يبقى حاجه غير قانوني ان انت ايه؟ تعملها. يبقى جاب لك it isn't allowed، it's banned، it's forbidden، it's prohibited، it's against the law، it's illegal. دول كلهم بيجي معاها بتساوي مين؟ بتساوي mustn't، تمام؟ طيب ندخل بقى على الجزئيه اللي بعدها. عندك هنا اخر حاجه في المودال فيربز اللي هي موجوده علينا، عندنا حاجه اسمها كان وكانت. كان وكانت عارفينها من زمان، كان يستطيع وكانت لا يستطيع. يبقى كان معناها يستطيع، عندك كانت لا يستطيع، تمام؟ طيب كان وكانت برضو بيجي بعدها الفعل في المصدر، ولو انا عايزها سؤال فانا بعمل ماس. طيب عندك هنا اولاد عندنا مثلا مثال قلت لك he can speak English، يبقى هو بيقدر يعمل ايه؟ بيقدر ان هو يتكلم انجلش ويل، بيقدر يتكلم انجليزي كويس. طيب عندك هنا مثلا قلت لك ايه؟ قلت لك I can't swim، يبقى انا ما بقدرش ان انا اعوم، يبقى حاجه انا ما بعرفش ان انا اعملها. طيب عندنا بالنسبه لنا كان وكانت بيساوي مين بقى؟ خد التعبيرات دي كده بتساويها. عندك اول حاجه كان بتساوي مين؟ am او is او are able to. am او is او are able to معناها قادر على. طيب وكانت بتساوي مين؟ هتبقى النفي بتاعهم، بدل am هتبقى am not، بدل is isn't، بدل are هتبقى aren't. يبقى عندك am not او isn't او aren't able to بتساوي can't، تمام؟ طيب في برضو عندنا حاجه اسمها am او is او are capable of. capable of برضو معناها ايه؟ معناها قادر على، ودي بيجي بعدها فعل في ing، لكن دي بيجي بعدها فعل فين؟ فعل في المصدر. طيب am is are capable of وفعل ing دي بتساوي مين؟ بتساوي can. عايزها بتساوي can يبقى بدل am هتبقى am not، بدل is isn't، بدل are هتبقى aren't. وعندنا كمان حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها have او has the ability. يعني ايه؟ يعني لديه القدرة، لديه ايه؟ لديه القدرة. يبقى have و has the ability بتساوي مين؟ بتساوي can. طيب قال لك don't have او doesn't have the ability يبقى ما عندوش القدرة بتساوي مين؟ بتساوي can't. دي كده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمودال فيربس، تمام؟ نيجي بقى ننقل على الجزئيه اللي بعدها. عندنا مين؟ عندك حاجه اسمها كونكتورز اللي هي الروابط. روابط زي مين؟ عندنا صلى على النبي. عندك حاجه اسمها although او even though معناهم ايه؟ معناهم بالرغم من. وعندنا حاجه اسمها while معناها بينما.
طيب although و even though اللي هي بالرغم من، وعندك while اللي هي بينما، بتعبر عن مين؟ قال لك بتعبر عن التناقض. يبقى عندك تناقض في حدثين. هنا دلوقتي هستخدم حاجه من الروابط دي عشان اربط الجملتين مع بعض. زي مثلا واحد كان تعبان لكن هو بالرغم من كده خد بعضه وراح مين؟ راح المدرسه. يبقى هستخدم رابط من اللي قدامنا although او even though او while. وعندك although بتساوي even though، هما الاثنين زي بعض، فاعتبر ان مفيش even though ومشيها بمين؟ مشيها although. تمام؟ وعندك برضه while ممكن استخدم بدلها مين؟ بدلها although. تمام؟ طيب عندك مثلا في مثال هنا قلت لك although he was sick، بالرغم ان هو كان تعبان he went to school، ده هو راح فين؟ راح المدرسه. طيب يبقى هنا although جت فين في الجمله؟ جت في اول الكلام. طيب وممكن تيجي برضه فين؟ ممكن تيجي في نص الكلام، فاقول لك ايه؟ اقول لك he went to school، يبقى هو راح المدرسه بالرغم من ان هو كان تعبان. يبقى although بتيجي في الاول او بتيجي فين؟ بتيجي في النص. تمام؟ طيب لو جالك في الامتحان لو لقيتها كابيتال، لقيت الايه بتاعتها كابيتال، يبقى دي في اول الكلام. لقيت الايه سمول، يبقى هنا في نص الايه؟ في نص الكلام. طيب وعندك although زيها بالظبط، عندك مين؟ even though اللي قلنا كبر دماغك منها. طيب عندنا مين تاني؟ عندك while. while معناها بينما، بتعبر عن مين؟ بتعبر عن التناقض. زي هنا قلت لك ايه؟ while I like milk، انا بحب اللبن. I don't drink it a lot، ما بشربوش ايه؟ ما بشربوش كتير. يبقى هنا بينما ان انا بحب اللبن، انا ما بشربوش كتير. طيب دي بالنسبه للروابط اللي هي بتاعه التناقض. عندنا مين تاني؟ عندك بقى صلى على النبي. في عندنا حاجه اسمها on one hand وعندنا حاجه اسمها on the other hand. on one hand معناها ايه؟ معناها من ناحيه. تمام؟ وعندك on the other hand معناها من ناحيه اخرى. من ناحيه ايه؟ من ناحيه اخرى. تمام؟ زي مين هنا؟ قلت لك في المثال، قلت لك on one hand من ناحيه السوشيال ميديا is useful، السوشيال ميديا مالها؟ مفيده. قال لك on the other hand من الناحيه الاخرى او من الناحيه الثانيه، قال لك هنا ايه؟ it wastes time، هي بتضيع مين؟ بتضيع الوقت. يبقى هنا بين الجملتين تناقض وربطتهم باستخدام كلمه اسمها on one hand، والجمله الثانيه بداتها ب on the other hand. يبقى عندنا on one hand معناها من ناحيه، عندك الناحيه الثانيه on the other hand. تمام؟ دي كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للروابط. نيجي بقى للجزئيه مهمه وسهله وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. عندنا الامبيراتيف او الجمله الامريه. الجمله الامريه او الامر بيبقى عندك يا اما جمله مثبته يا اما جمله منفيه. الجمله المثبته عندنا في الامر ببدا بمين؟ قال لك بتبدا بالانفينيتيف اللي هو الفعل فين؟ فعل في المصدر، وتكمل باقي الجمله عادي. زي جيت بقول لك افتح الباب. افتح يعني ايه؟ افتح الباب اللي هي هتبقى مين؟ يفتح يعني اوبن. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك اوبن ذا دور. يبقى انت اعمل ايه؟ افتح الباب. يبقى دي جمله امريه مثبته. طيب عندك هنا بالنسبه للجمله الامريه المنفيه بستخدم مين؟ قال لك بستخدم دونت ومفيش غيرها، بيجي بعدها انفينيتيف اللي هو فعل فين؟ في المصدر، وبتكمل باقي الجمله عادي. تمام؟ زي مثلا بقول لك ما تضيعش وقتك. يضيع وقته يعني ايه؟ ويست تايم. فاقول لك ايه؟ هقول لك دونت ويست يور تايم. يبقى عندك هنا دونت ويست يور تايم، عندك دي جمله امريه منفيه، بدات بدونت بعدها الفعل في المصدر. طيب عندك بقى ممكن هنا في الجمله الامريه المثبته انا ممكن ابدا الجمله بكلمه اسمها always قبل مين؟ قبل الفعل في المصدر واكمل الجمله. زي هنا قلت لك always study hard، يعني دايما ذاكر بجد. طيب عندك هنا في الجمله الامريه المنفيه ممكن بدل don't استخدم never. فاقول لك مثلا في مثال never waste your time، معناها ما تضيعش وقتك ابدا. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجمله الامريه، ومش هنلاقي اسهل من كده. يبقى عندك الجمله الامريه هي فعل في المصدر يا اما don't والفعل في المصدر. تمام؟ ممكن في الجمله الامريه المثبته استخدم always، في الجمله الامريه المنفيه ممكن استخدم كلمه never. تعالوا بقى معايا في اخر حاجه في المنهج. عندنا الدايركت والاندايركت اللي هو الكلام المباشر والكلام الغير المباشر اللي عامل لكم عقده كلكم. كمل معايا الفيديو وركز معايا بقى كويس، عشان لو انت فهمته هتلاقي ان الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي مشكله. مبدئيا كده ايه الكلام المباشر ده؟ الكلام المباشر هو الكلام اللي الشخص بيقوله لنفسه. يعني انا جيت لواحد صاحبي اسمه احمد، قلت له يا احمد انا هسافر الاسبوع الجاي. فهنا احمد بقى اخونا راح واخد الكلام نقله لعلي وقال له، راح قال له ايه؟ قال له ده مستر معتز قال لي ان هو هيسافر الاسبوع الجاي. فالكلام اللي هو نقله ده اسمه كلام غير مباشر. طيب عندنا في الانجليزي عندنا لما بنيجي نكتب الكلام مباشر بيبقى شكله ايه؟
عندك الكلام المباشر بيكون محطوط بين اقواس تنصيص، يبقى انت لو لقيت جمله محطوطه بين اقواس تنصيص دي اسمها كلام مباشر. تمام؟ وطلب منك ان انت تحولها لكلام غير مباشر. تعالى هنبص المثال ده هنحوله ازاي من كلام مباشر لكلام غير مباشر، وبعد كده نقول لك على ملخص الكلام. عندك هنا بيقول لك ايه؟ قال لك علي said to، ترجم معايا عشان تعرف تحل. علي said to يعني علي قال لاحمد، وراح قايل له كلام مباشر. قال له ايه؟ قال له I will travel to Alexandria with my family next week. قال له ايه؟ قال له انا هسافر اسكندريه مع اسرتي next week الاسبوع الجاي. عايز احول الجمله دي من كلام مباشر لكلام غير مباشر. هحولها ازاي؟ مبدئيا كده هنبدا اول حاجه باللي قال الكلام. مين اللي كان بيتكلم؟ علي. بدات قلت لك ايه؟ قلت لك علي. طيب عندنا حاجه اسمها said to. said to ده اللي هو مين؟ اسمه فعل القول. فعل القول بيتحول على حسب نوع الجمله، واحنا ما عندناش غير الجمله الخبريه. فعندك حاجه زي said to هحولها لمين؟ هتتحول اللي هي told. told اللي هي معناها اخبر. يبقى تعالى نترجم كده، علي اخبر. طب اخبر مين؟ اخبر احمد. يبقى علي قال لاحمد. هنعمل ايه بعد كده؟ هتشيل اقواس التنصيص وهتربط بكلمه اسمها ذات. يبقى هقول لك علي قال لاحمد ان. طيب بعمل ايه بعد كده؟ قال لك بتحول الضماير على حسب اللي بيتكلم بره. طيب هنا كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له انا هسافر. يبقى لما اجي انقل الكلام هقول له انا هسافر ولا هتبقى هو هيسافر؟ لا، هتبقى مين؟ هو هيسافر. فحولت الاي حولتها لمين؟ حولتها لهي. طيب الخطوه اللي بعد كده صلى على النبي، لقيت عندنا فعل القول بتاعك زمنه ماضي. يبقى عندك هنا تولد زمانها ماضي. فانا هعمل ايه؟ هنزل بزمن الجمله درجه. يعني ايه هنزل بزمن الجمله درجه؟ يعني لو الجمله مثلا مضارع بسيط هخليها ماضي بسيط، الجمله مضارع تام هخليها ماضي تام، مضارع مستمر هخليها ماضي مستمر، وهكذا. فانا هنزل بزمن مين؟ زمن الجمله درجه. ده امتى؟ في حاله ان فعل القول بتاعنا ماضي. طيب هنا قلت لك ايه؟ قال لك هنا ويل هنزل بيها درجه هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها وود. يبقى هنا قال لك علي told احمد ذات هي وود. عندك ترافل هتنزل فعل في المصدر زي ما هي. يبقى علي told احمد ذات هي وود ترافل. هيسافر فين؟ تو الكسندريه، ما فيهاش اي تحويل ولا اي حاجه. ويز. عندك بقى هنا كان في عندنا ماي. هو مين اللي كان بيتكلم؟ كان علي. علي كان بيتكلم بيقول لك مين؟ كان بيقول لك ماي فاميلي اللي هي عائلتي. فلما اجي احولها هقول لك ان هو هيسافر مع عائلتي ولا مع عائلته؟ لا، هتبقى مع مين؟ مع عائلته. طيب فهنا اقول لك هنا هحول ماي هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها هيز. يبقى علي هيسافر اسكندريه وذ هيز فاميلي. هيسافر مع مين؟ مع اسرته. واخر حاجه عندنا بنعملها بنحول اظرف الزمان والمكان على حسب تحويلات كده هنقولها دلوقتي. عندك حاجه زي نيكست ويك هتتحول لحاجه اسمها ايه؟ ذا فولوينج ويك. يبقى هنا قلت لك ايه؟ علي told احمد ذات he would travel to Alexandria with his family the following week. يبقى هو هيسافر مع اسرته اسكندريه الاسبوع الايه؟ الاسبوع التالي. يبقى انا حولت الجمله من كلام مباشر لكلام غير مباشر. طيب تعالى بقى صلى على النبي كده نشوف ايه الطريقه اللي احنا بنحول بيها. اول خطوه احنا بنعملها بنحول فعل القول كالاتي. عندك لو لقيت سد بتفضل سد زي ما هي. طيب لو لقيت سد تو بتتحول لمين؟ بتتحول لتولد. وتولد دي بيجي بعدها مفعول. يبقى اقول لك تولد علي، تولد احمد، تولد مي، تولد هيم، تولد هير، على حسب ما انت ايه بتتكلم. تمام؟ يبقى سد بتفضل سد تو بتتحول الى تولد. طيب عندنا حاجه زي سيز. لو سيز بتفضل زي مين؟ زي ما هي سيز. طيب لو سيز تو بتتحول الى تيلز. وعندك تيلز برضو بيجي بعدها مين؟ بيجي مفعول بعدها زي مين؟ زي تولد. وكمان شويه هقول لك ايه الفرق بينهم. عندك هنا ممكن استخدم افعال قول تانية زي مين؟ اقول لك explained اللي هي شرح او فسر، informed اللي هو اخبر او بلغ، عندك reported بلغ. فعندك هنا دي ممكن استخدمها برضو في الكلام الغير مباشر. بس لما تيجي يطلب منك ان انت تحول الجمله، لا خلينا في سد تفضل سد، وسد تو تتحول لمين؟ لتولد لو كانوا دول ماضي. تمام؟ طيب لو كانت مضارع يبقى سيز بتفضل سيز زي ما هي، سيز تو بتتحول الى تيلز. تمام؟ طيب دي اول خطوه. الخطوه الثانيه بنعمل ايه؟ قال لك بحذف اقواس التنصيص وهربط بكلمه اسمها ذات. وممكن ان انا استغنى عن ذات، يعني ممكن يجي لك في الكلام الغير المباشر الجمله من غير كلمه مين؟ كلمه ذات. طيب الخطوه اللي بعد كده
قال لك بنحول الضماير حسب اللي بيتكلم بره، حسب اللي بيتكلم بره الاقواس. طيب لو عندك مثلا قال لك الاي بتتحول لهي او شي، يعني لو ولد هو اللي بيتكلم هتبقى هي، لو بنت هتبقى شي. طيب حاجه زي اليو هتتحول يا اي يا اما وي على حسب معنى الجمله. طب حاجه زي وي عندك هتتحول لزي، ودول اسمهم ايه؟ دول اسمهم ضماير الفاعل اللي هم بنبدا بيهم الكلام. طيب ضماير المفعول بقى، ضماير المفعول اللي هي مين؟ عندك حاجه زي مي بتتحول لهم او هير، لو ولد يبقى هم، لو بنت تبقى مين؟ تبقى هير. طيب يو بتتحول لمين؟ حاجه زي مي او اس. طيب اس هحولها لمين؟ هحولها لزم. الحاجات دي لازم تبقى عارفها ويا ريت نحفظها، تمام؟ طيب عندنا حاجه زي صفات الملكيه، صفات الملكيه بنحولها زي مين؟ عندك لو حاجه اسمها ماي اللي هي حاجه بتاعتي هتتحول على حسب اللي بيتكلم، هتبقى هيز او هير. طيب يور هتتحول لماي او اور. طيب اور هتتحول الى زير. يبقى احنا كده بعد كده الخطوه اللي بعد فعل القول حذفت اقواس التنصيص وربطت بذات، حولت الضماير على حسب اللي بيتكلم بره، تمام؟ طيب الخطوه اللي بعد كده بقى زي ما اتفقنا، لو فعل القول زمنه ماضي بنزل بزمن الجمله درجه، بنزل بزمن الجمله ايه؟ درجه. يعني لو لقيت مضارع بسيط هحوله للماضي البسيط. المضارع البسيط اللي هو فعل فين؟ فعل في المصدر او اخره اس. الماضي البسيط اللي هو مين؟ اللي هو تصريف كام؟ تصريف تاني، اللي هو بيبقى اخره يا دي اي دي اي اي دي او افعال غير منتظمه حافظينها زي ما هي. طيب لو مضارع مستمر اللي هو شكله ايه؟ ام او از او ار ومعاها فعل في اي ان جي بتتحول لماضي مستمر اللي هو شكله ايه؟ يا ووز يا اما وير زائد الفعل في اي ان جي، تمام؟ طيب المضارع التام اللي هو هاف او هاز والتصريف الثالث بيتحول الى ماضي تام اللي هو هاد والتصريف الثالث. طيب لو عندنا ماضي بسيط هيتحول الى ماضي تام. الماضي البسيط احنا عرفنا شكله والماضي التام احنا عرفنا شكله. طيب الافعال الناقصه عندك حاجه زي ويل بتتحول لود، كان بتتحول لكود، شال بتتحول لشود، ماي بتبقى مايت، عندك ماست بتفضل ماست زي ما هي او تتحول لهاد تو. ده كده بالنسبه لمين؟ لو فعل القول ماضي بنزل بزمن الجمله درجه. طيب الخطوه اللي بعد كده عندك صلى على النبي، بنحول اظرف الزمان والمكان زي مين؟ عندك ناو بتبقى اسمها زن، عندك حاجه زي توداي بتتحول لذات داي، تونايت بتتحول لذات نايت، هير بنحولها لزير، عندك زيس بحولها لذات، زيس بتبقى زوس، وخلي دول دلوقتي على جنب دقيقه واحده. عندك ناو بتتحول الى زن. طيب ناو دي كانت بتيجي مع مين؟ مع ام از ار والفعل اي ان جي، يبقى زن لما هنزل بيها درجه هتيجي مع ووز او وير زائد الفعل في اي ان جي. بصمج الحته ديت عشان لو جات لك في سؤال الكومبليت. طيب عندك توداي وتونايت كانوا بيجوا مع المستقبل، والمستقبل عندنا ليه 3 اشكال، ايه هم؟ عندك ام از ار فعل اي ان جي، عندك ويل والفعل في المصدر، عندك ام از ار جوينج تو. فلما احولها عندك هستخدمهم مع مين؟ ووز او وير والفعل في اي ان جي، او عندك ووز او وير جوينج تو، ووز او وير جوينج تو، او هتتحول الى وود، تمام؟ يبقى لو ادالك ذات داي او ذات نايت هتيجي مع ووز او وير وفعل اي ان جي، ووز وير جوينج تو او وود على حسب استخدامات زمن المستقبل. طيب عندك اظرف المكان، عندك حاجه زي هير بتبقى زير، ذس وذات، زيس وزوس. طب تعالى بقى على كلمه يسترداي، اي حاجه فيها ماضي بحولها لذا بريفيوس. طيب امبارح ده عدى عليه كام يوم؟ عدى عليه يوم واحد، فهتبقى اسمها ذا بريفيوس داي. طيب لو كان بيقول لك مثلا لاست ويك، لا هتتحول هتبقى اسمها ذا بريفيوس ويك. قال لك لاست يير، لا هتبقى اسمها ذا بريفيوس يير، وهكذا. او ممكن استخدم حاجه اسمها ذا داي بيفور او ذا ويك بيفور او ذا يير بيفور، وهكذا. طيب بالنسبه هنا ليسترداي كانت بتيجي مع زمن الماضي، فلما اجي احولها هنزل بيها درجه هتيجي مع زمن الماضي التام اللي هو شكله ايه؟ هاد والتصريف الثالث.
طيب عندك هنا تومورو عندك كانت بتعبر عن المستقبل، فلما اجي احولها هتبقى اسمها ذا فولوينج داي. بكره ده فاضل عليه يوم واحد يبقى اسمها ذا فولوينج داي. طيب جه قال لك نيكست ويك يبقى اسمها ذا فولوينج ويك. قال لك ذا نيكست يير قال لك نيكست يير يبقى اسمها ذا فولوينج يير. او ممكن تبقى اسمها ذا نيكست داي، ذا نيكست داي عشان فاضل يوم، او ذا نيكست ويك، ذا نيكست مانث، ذا نيكست يير، وهكذا. واي حاجه فيها اجو بتتحول لمين؟ بتتحول لبي 4. يبقى احنا كده حولنا اظرف الزمان والمكان. بصمج الحته دي هتنفعك. تمام. طيب عندك بقى صلى على النبي، خلي بالنا في ملحوظه صغيره، ان انا ما بحولش الازمنه في 3 حالات. ايه هم؟ عندك اول حاجه لو فعل القول مضارع. فعل القول المضارع اللي هو زي مين؟ زي says او tells. يبقى عندك فعل القول مضارع ما بحولش الازمنه ولا اظرف الزمان والمكان. زي هنا قال لك ايه؟ قال لك هنا my mother says. لقيت says دي مالها؟ مضارع. قالت لك ايه؟ I am visiting your aunt tomorrow. يبقى انا هزور خالتك بكره ان شاء الله. فقالت لك ايه هنا لما جيت احولها؟ فضلت my mother says عشان ما فيش بعدها مفعول، نزلت says زي ما هي، حذفت اقواس التنصيص وربطت بكلمه اسمها that. حولت الضمائر بس، هنا امي اللي كانت بتتكلم فبقت مين؟ بقت شي. طيب ام فيزيتنج مضارع مستمر، فضلت مضارع مستمر اللي هو ام از ار والفعل اي ان جي. عندك يور حولتها بقت ماي اللي هي مين؟ ماي انت. وتومورو فضلت برضو زي ما ايه؟ زي ما هي. يبقى لو فعل القول مضارع ما بحولش الازمنه ولا اظرف الزمان والمكان. طيب الجمله بتعبر عن حقائق ما بحولش الازمنه. زي هنا قلت لك ايه؟ يعني ايه حقائق اصلا؟ عندك لو بتكلم على حاجه ثابته مش هتتغير، يعني جاي بقول لك مثلا نهر النيل هو اطول نهر فين في العالم. هل في يوم من الايام نهر النيل ده هيبقى اقصر نهر مثلا او هيطلع نهر اطول منه؟ بيتهيألي لا. طيب بقول لك الشمس بتشرق من الشرق، عندك في يوم من الايام هتشرق من الغرب؟ برضه بيتهيألي ايه؟ بيتهيألي لا. لكن بقول لك مثلا شغال مدرس، حقيقه ان انا شغال مدرس دي ممكن تتغير، يبقى دي ما تعتبرش مين؟ ما تعتبرش حقيقه. يبقى لو الجمله بتعبر عن حقائق قال لك ان انت مش هتغير الزمن بتاع الجمله. زي هنا قال لك ايه؟ The our teacher said. المدرس بتاعنا قال لك ايه؟ The Nile River is the longest river in the world. نهر النيل هو اطول نهر فين في العالم. فلما اجي احولها هتبقى اسمها ايه؟ Our teacher said that. قال ايه بقى؟ The Nile River. ماله؟ قال لك is. وهنا ما حولتش الزمن لان الجمله بتعبر عن حقائق. تمام؟ طيب الحاله الثالثه اللي ما بحولش فيها اللي هي مين؟ قال لك لو الكلام لسه متقال من وقت قصير. يعني ايه الكلام متقال من وقت قصير؟ يعني الجمله لسه متقاله حالا. تمام؟ طيب زي هنا ايه؟ هنا قلت لك مثلا علي said just now. يعني علي قال حالا. لقيت كلمه زي كلمه مين؟ just now. دي معناها ان الكلام لسه متقال من وقت قصير. فقال لك ايه؟ قال لك I will travel tomorrow. عشان just now دي انا مش هحول الازمنه. تمام؟ وبرضه ولا اظرف الزمان والمكان. فهنا هتبقى مين؟ علي said just now. هحول بس الضمير اللي هو اي، هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها he will travel tomorrow. طيب ايه تاني برضو بيعبر ان الكلام لسه متقال من وقت قصير؟ عندك حاجه زي اقول لك just now، عندك حاجه زي a moment ago، عندك a short time ago، عندك has just said. دي كلها معناها ان الكلام لسه متقال من وقت قصير. وبكده نكون لمينا جرامر ثالثه اعدادي الترم الاول كاملا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله